في بعض الأحيان لا تكون المشكلة فيما نشعر به، بل فيمن نشعر تجاهه. تبدأ القصة مع شاب مراهق يعيش حياة عادية لا شيء مميز فيها سوى علاقته العاطفية ببنت في مثل عمره. كانت العلاقة بسيطة، بريئة، مليئة بالمشاعر الهادئة والتفاصيل الصغيرة التي تصنع حبا في بدايته. لكن كل شيء يتغير عندما يزور الشاب منزل حبيبته لأول مرة. هناك يلتقي بوالدتها، امرأة ناضجة واثقة تمتلك حضورا قويا وجاذبية واضحة، ومنذ تلك اللحظة يبدأ شيء غريب في داخله. في البداية يحاول تجاهل الأمر، يقنع نفسه أن ما يشعر به مجرد إعجاب عابر، لكن مع تكرار الزيارات يتحول هذا الإعجاب إلى شيء أعمق. يبدأ في ملاحظتها بشكل مختلف، يتابع تفاصيلها، طريقة حديثها، نظراتها، ويجد نفسه يفكر بها أكثر مما يفكر بحبيبته نفسها. وهنا يبدأ الصراع الحقيقي، صراع بين قلبه الذي ينجذب إليها وعقله الذي يدرك تماما أن ما يحدث خطأ. يحاول التقرب من حبيبته، لكن مشاعره لم تعد كما كانت، يتشتت، يبتعد، ويصبح أقل اهتماما بها. وفي المقابل يصبح أكثر توترا كلما اقترب من والدتها. الأم بدورها تبدأ بملاحظة هذا التغير، تلاحظ نظراته، ارتباكه، وتدرك أن هناك شيئا غير طبيعي يحدث. لكن ردود أفعالها تكون غامضة، فهي لا ترفض الأمر بشكل واضح، ولا تسمح له بالتقدم بشكل صريح، وكأنها تتركه معلقا بين القبول والرفض. وهذا ما يزيد الأمر تعقيدا. تبدأ العلاقة بين الشاب وحبيبته في التدهور. تصبح المسافة بينهما أكبر، ويظهر التوتر في كل لقاء بينهما. الفتاة تشعر بأن هناك شيئا تغير، لكنها لا تعرف السبب الحقيقي. أما الشاب فيعيش حالة من الضياع، لا يستطيع الابتعاد عن والدتها، ولا يستطيع الاستمرار في علاقته بشكل طبيعي. وتبدأ المواقف بينه وبين الأم تصبح أكثر حساسية. نظرات طويلة، لحظات صمت، توتر واضح في الأجواء، وإحساس بأن الأمور تقترب من نقطة لا يمكن الرجوع منها. ومع كل لحظة يقترب أكثر من ارتكاب خطأ قد يدمر كل شيء. في هذه المرحلة تصل القصة إلى ذروتها. العلاقة بينه وبين حبيبته على وشك الانهيار، والتوتر داخل المنزل يزداد، والمشاعر المختلطة تسيطر على الجميع. الحقيقة لم تعد قابلة للإخفاء. يبدأ كل طرف في إدراك ما يحدث، ويصبح من المستحيل الاستمرار بهذا الشكل. وهنا يجد الشاب نفسه أمام مواجهة حقيقية، مواجهة مع نفسه أولا، ثم مع الواقع الذي صنعه بيديه. يدرك أن ما شعر به رغم صدقه كان في المكان الخاطئ ومع الشخص الخاطئ. الفيلم لا يقدم نهاية تقليدية، ولا يمنحك إجابة واضحة، بل يتركك أمام تساؤلات. هل يمكن للمشاعر أن تكون خاطئة؟ أم أن الخطأ يكمن في أفعالنا فقط؟ وهل كان بإمكانه التوقف في الوقت المناسب؟ أم أن بعض الطرق بمجرد أن نبدأ السير فيها لا يمكننا العودة منها؟ في النهاية القصة ليست فقط عن الحب، بل عن الصراع والحدود